ومعانا على الهاتف الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الحالي بعد قرار السيد الوزير. دكتور كمال، ببارك لحضرتك، ومهمة بكل تأكيد صعبة حتى ولو المدة قصيرة، وبرحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. الله يبارك فيك، وربنا يسهل إن شاء الله ونكون عند حسن ظن جماهير الزمالك بإذن الله. طيب يا فندم، عايز استغل ان حضرتك معايا وتقول للساده المشاهدين القائمه اللي موجوده مع حضرتك. مع القائمه يعني متهيألي راحت للناس بقرار موجود. طيب ممكن اقول لحضرتك الاسماء وتقول لي يا فندم اذا كان فيها تعديل ولا لا من فضلك؟ اتفضل. طيب مدحت بهجت نائب رئيس. ايوه. طارق مراد امين صندوق. طارق جبريل. طارق جبريل امين صندوق. ايمن يونس. ايوه. هاني شكري. ايوه. شريف الفار. ايوه. احمد مرتضى. ايوه. مصطفى عبد الخالق. ايوه. عمرو علي. ايوه. هاني زاده. ايوه. محمد ابراهيم. تمام. هي دي كده الاسماء الكامله اللي موجوده في مجلس اداره نادي الزمالك. يعني بنأكد لحضراتكم كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا، ده تصريح رسمي هو من الدكتور كمال درويش بيؤكد انفراد بث مباشر فيما يتعلق قائمه تشكيل مجلس اداره نادي الزمالك. طيب دكتور كمال، عايز اتحول مع حضرتك للسؤال عن تفاصيل المرحله المقبله ونادي الزمالك. يعني انا برجوك بس ادوني فرصه ان انا اشوف النادي، لان الحقيقه يعني في مشكل كبير في المعلومات جوه النادي. فانا يعني ان شاء الله اللي انا اقدر اوعد بيه ان انا هبذل اقصى مجهود ممكن، واتمنى من ربنا التوفيق ويبقى النادي يرجع تاني نادي الزمالك للالعاب الرياضيه كامله غير منقوصه، يعني لان الفتره الاخيره الحقيقه معظم الالعاب هجرت من النادي نتيجه لعدم الاهتمام بيه. طيب نادي الزمالك يمكن شهد طفره في وجود، انا اقدر اوعد بيه ان هبذل اقصى مجهود ممكن بحيث يرجع نادي الزمالك قلعه رياضيه من قلاع الرياضه المصريه. طيب خلينا نتكلم عن اللحظه الانيه، وبحترم جدا في حضرتك انك مش عايز تدلي باي تصريحات تتعلق بنادي الزمالك طالما انك لم تدخل حتى الان نادي الزمالك، ودي حاجه طبعا بنشكر حضرتك عليها دقه المعلومه. انما ما يتعلق بالساده الموجودين مع حضرتك في التشكيل، عايز اعرف يا فندم هل تمت مخاطبتهم قبل القرار؟ يعني تم استطلاع رايهم ولا لا؟ دي نقطه بتهم الناس بشكل كبير. طبعا تم استطلاع رأيهم. الجميع كلهم طبعا. كلهم. طيب يعني اكبر المشاكل اللي حضرتك شايفها من وجهه نظرك في نادي لا انا مش شايف حاجه، يعني دي فرصه عشان ابقى صادق معاك باذن الله. طيب المفروض انا بتمنى من ربنا ان يوفقنا ان احنا نرجع نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هتتسلم امتى ان شاء الله النادي يا دكتور؟ المديريه هتستلم النادي وتسلمه لنا. يعني في موعد قد ايه؟ يعني اقصاه قد ايه مثلا؟ لا على طول بيصدروا القرار، المفروض المديريه بتاخد اجراءاتها وبدات الاستلام والتسليم يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. أنا بشكر حضرتك يا دكتور شكرا جزيلا، وبتمنى لحضرتك التوفيق، حضرتك والقائمة اللي موجودة بالكامل. بأؤكد مرة تانية قبل ما أخرج للفاصل، وده مهم جدا، ما يتعلق بقائمة نادي الزمالك، تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك، ده أمر متعلق بالمصداقية وأمر متعلق